وصلت فعلا لمنطقة المريوطية، والناس اللي تعرف المنطقة دي هتبقى عارفة إنها منطقة مايلة جدا للهدوء، وفيها مجموعة فيلل من الطراز القديم. أنا حاليا قدام فيلا الفنان حسن حسني الله يرحمه، وعلى طول الطريق فيلل كتير لفنانين ومشاهير. بصيت في الرسالة على رقم الفيلا، كان رقمها 77، وبعد شوية مشيت بالعربية ووصلت فعلا للفيلا رقم 77. على سور الفيلا يافطة صغيرة مكتوب عليها فيلا الدباغ، وجنب اليافطة لوحة انتركم. ركنت العربية ونزلت، بصيت على شكل الفيلا اللي تصميمها الخارجي قديم قوي، وشكلها في وسط الليل كئيب لدرجة كبيرة. خدت خطوات باتجاه بوابة الفيلا ووقفت قصاد الانتركوم، ضغطت على واحد من الأزرار اللي مكتوب عليه الحارس. جرس، ولكن ما حدش بيرد. وبعد عدد من المحاولات الفاشلة قررت إني أضغط على الزرار اللي فوقيه. جرس، وهنا جه الرد من شخص صوته بعيد وضعيف، صوت منهك وكأنه بيحتضر. الصوت قال: جاية في ميعادك مظبوط، البوابة هتفتح حالا. اتقفل الخط بعد ما قال الكلمتين دول على طول. استغربت إنه عرف إن أنا اللي على البوابة من قبل ما أنطق كلمة واحدة، أو حتى أعرفه على نفسي. وهنا بدأت تفتح البوابة ببطء، واللي كانت بتفتح لبره مش لجوه. خدت كام خطوة لورا عشان البوابة ما تخبطش فيا. كنت هدخل، بس لما شفت جزمة قدام البوابة افتكرت الرسالة. قلعت جزمتي ولبستها، وبعدها ركزت شوية وقلت: إيه ده؟ دي جزمة واحدة مش جزمتين زي ما كان مكتوب في الرسالة. معناه إيه ده؟ هو بيتلاعب بأعصابي وبيوصلي رسالة غير مباشرة إنه عارف كل التفاصيل، عارف إن حازم مش جاي، فلغى الجزمة التانية. مسافة ما دخلت بخطواتي ناحية الفيلا كانت البوابة بتتقفل ورايا، وكأنها بتحضني بأجنحتها وبتحتجزني جواها. بدأت أتوتر فعلا، وبقيت حاسة إن اللي بعمله ده فيه تهور كبير، وحازم كان عنده حق لما خاف يجي يقابل الراجل ده. بس خلاص، وقت التراجع انتهى. أنا جوه الفيلا فعلا، قدامي جنينة كبيرة وشجر فاكهة، أوراق دبلانة وحمام سباحة مهمل. المكان تحس إنه منزوع منه، الحياة قادر يصيبك بأقوى قبضة في قلبك. خدت عميق وخرجته ببطء، وتحركت ناحية الباب الداخلي للفيلا. الديكورات عفى عليها الزمن، شايفه تماثيل الأطفال شايلين مشاعل على جوانب السلم اللي بيوصل للباب. طلعت السلم ووقفت قصاد الباب، وقبل ما أمد إيدي عشان أرن الجرس الباب اتفتح لوحده بتردد. خدت كام خطوة ودخلت الفيلا. أنا دلوقتي قدامي ريسبشن واسع فاضي من أي عفش، بس برغم الوسع والفضا ده كنت حاسة إن في زحمة حواليا بتنفس بالعافية، وكأني محبوسة جوه أسانسير. التوتر بيزيد أكتر. رنت موبايلي فزعتني في وسط القلق اللي كان مسيطر عليا. كان اللي بيتصل رقم مميز كله أصفار. فتحت المكالمة، وجهه من الموبايل نفس الصوت المنهك والضعيف، وقال: في سلم على يمين الريسبشن، اطلعيه هتلاقي طرقة، أول أوضة هتقبليها على شمالك، افتحي بابها وادخلي، أنا منتظرك. انتهت المكالمة قبل ما أنطق كلمة كالعادة. بلعت ريقي وبدأت استجمع أعصابي، وتحركت في وسط الزحمة المخفية عن نظري، حاسة إن في حد بيراقبني، حد شايفني، بس أنا مش شايفاه. مشيت باتجاه يمين الريسبشن، لقيت أوضة صغيرة، وعلى أقصى يمين الأوضة دي سلم. على الترابزين بتاع السلم تمثالين لطفلين، كل واحد منهم ضامم صوابع إيده ورافع صباع واحد بس وحاطه على بوقه، بمعنى سكوت الأوضة فاضية تماما. بس كان في 3 لوحات متعلقين على الحيطان على شكل مثلث، واحدة منهم في وشي، والتانية على يميني، والتالتة على شمالي. اللوحات كلهم مرسومين بالفحم لشخص واحد غامض، شخص ملامحه تايهه أو بهته، بس كان أكتر شيء واضح من ملامحه هي عينه. العيون بارزة بشكل يخليك تحس إنهم بيبصوا لبعض أو بيراقبوا بعض. وضعتهم بالشكل ده غريبة ومش مريحة. بصيت عليهم بتركيز، حسيت إني اتسحبت وما بقتش قادرة أبعد نظري عنهم، وبدأت أسمع همسات، همسات بكلام مش مفهوم من 1000 لسان بيتكلم في نفس الوقت. وفي اللحظة دي بدأت اللوحات تعمل شيء غريب جدا. اللوحات بدأت تلف بشكل دائري، وعيني لا إراديا بقت بتلف معاهم، وكأني دخلت دوامة، دوامة مش عارفة أخرج منها ولا أبعد نظري عنهم. وفجأة اتجاه نظر الشخص أو الأشخاص اللي كانوا في اللوحات اتغير، وتحركت النقطة السوداء اللي جوه بياض عيونهم، وبصوا ناحيتي وكأنهم خدوا بالهم من وجودي. ومع الدوران اللي بقى سريع جدا وصوت الهمسات اللي بقت أعلى، دوخة جامدة ضربت راسي. وبدون مقدمات
خرج من اللوحة الشخص المرسوم بملامحه المطموسة دي، وبدأ يتجمع مع الأشخاص اللي شبهه وكونوا شخص واحد مخيف، وبدأ ياخد خطوات ناحيتي. اترعبت وكنت هجري، بس افتكرت الرسالة بإن أي شيء هيظهر لي مينفعش أهرب منه. حطيت إيدي على وشي وغمضت عيني ولفيت جسمي بسرعة وأنا بتنفض. وقفت بثبات، كنت منتظرة نهايتي. فضلت ثابتة على وضعيتي دي شوية، بس محصلش حاجة. بدأت أفتح عيني بالراحة واستجمعت نفسي بصعوبة ولفيت شيء.